بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي الكرم ومعادل، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد. وبعد مباراة مصر وملاوي اللي انتهت من حوالي ساعة بفوز منتخب مصر 4-0، بلعب مباراة مثالية مثالية في كل شيء. لو منتخب مصر بيلعب مباراته كلها كده هيبقى عندنا منتخب مثالي. ليه ما نبقاش زي منتخب السنغال، ما نبقاش زي منتخب نيجيريا، ما نبقاش زي منتخب غانا، زي منتخب الجزائر، زي منتخب المغرب. المنتخبات اللي مسمعه، نتائجك هي اللي بتسمع، هي اللي بتخلي الناس تبقى عامله لك قيمه وعامله لك الف حساب. منتخب مصر لعب النهارده مباراه مثاليه في كل شيء مع منتخب ملاوي في درجه حراره 24 في امطار غزيره، ومع ذلك اللعيبه ادت مباراه مثاليه في كل شيء، مثاليه في كل شيء. الحمد لله المباراه انتهت 4-0. في طبعا عارفين ان منتخب مصر في المجموعه الرابعه اللي بتضم غينيا وبتضم ملاوي وبتضم اثيوبيا، ودخل المباراه الرابعه في المجموعه. منتخب مصر في الوقت الحالي بعد الفوز ده 4-0 بيتصدر المجموعه برصيد 9 نقط مشاركة مع منتخب غينيا، ولكن منتخب مصر متقدم بفارق الأهداف. منتخب مصر بدأ المباراة النهاردة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، اتنين مساكين أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم. لعب في الباك اليمين محمد هاني، في الباك الشمال محمد حمدي. لعب باتنين ديفندر في مركز ستة، طارق حامد ومحمود حمادة. ولعب بمحمد صلاح في الجناح اليمين، ولعب في الجناح الشمال عمر مرموش، وجنبه هنقول انه في مركز صانع اللعب احمد سيد زيزو. وفي الهجوم مصطفى محمد اللي عمل النهارده مباراه في الشوط الاول غايه في الروعه خلاف المباراه اللي فاتت. تقدم منتخب مصر في الدقيقه الرابعه بهدف عن طريق طارق حامد من قذيفه مدويه من طارق حامد سكنت الشباك في الدقيقة الرابعة. بعد كده منتخب مصر في الدقيقة 16 تقدم بهدف عن طريق عمر مرموش. عمر مرموش ده قبل الكورة أنا قلت الراجل ده لاعب لازقة، لازق في المكان، بيزاحم المدافعين، عارف يخش ازاي، يزاحم يمين وبيزاحم شمال عشان يحرز الكوره جون. ومن المتابعه المدافع بيطلع الكوره من على خط المرمى، هو كمل فيها ودخل الجون في الدقيقه 16. وفي الدقيقه، وطبعا الهدف الاول والهدف الثاني كان بصمه مصطفى محمد في الجونين دول، وبصمه مصطفى محمد برضو في الهدف الثالث عن طريق الكابيتانو محمد صلاح في الدقيقه 20. طارق حامد بالهدف اللي هو احرزه ده اول اهدافه الدوليه. طارق حامد مع منتخب مصر لعب مباريات كتير وده اول اهدافه الدوليه. عمر مرموش ده رابع اهدافه الدوليه. كابتن محمد صلاح احرز الهدف الثالث في الدقيقه 20، وده الهدف 51 دوليا لمحمد صلاح، واصبح ان هو بيزاحم حسام حسن على الهداف التاريخي لمنتخب مصر. في الدقيقة 50 أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الرابع، وده أصبح تاني هدف دولي لأحمد سيد زيزو. المباراة كانت مثالية في كل شيء. تشكيل ممتاز من روي فيتوريا، كان فيه تكامل في كل شيء. والفوز ده ما يخليناش ان احنا ما ناخدش بالنا من الاخطاء اللي موجوده في منتخب مصر. منتخب مصر فيه نقاط ضعف كتير، فيا ريت المدرب يبقى واخد باله من الحتت دي. عندنا الاثنين بتوع خط النص مش مكملين مع الدفاع. نتمنى اللي هو الجناح اللي بيلعب بيكمل سواء يمين او يسار، يكمل مع الباك اليمين والكام باك الشمال، هيبقى في تكامل وفي ربط ما بين الخطوط. في المباراة دي طبعا روي فيتوريا عمل 5 تبديلات. التبديل الأول خروج محمد الشناوي، خاف عليه ان الإصابة بتاعته الكدمة اللي تعرض لها في الشوط الأول ان هي تتفاقم،
فسحب محمد الشناوي ونزل محمد صبحي، ومحمد صبحي طبعا لا يقل كفاءة عن محمد الشناوي اللي بنتمنى له التوفيق. بعد كده سحب زيزو ونزل مصطفى فتحي في الدقيقة 57. سحب محمود حمادة ونزل إمام عاشور في الدقيقة 70. وسحب محمد صلاح ونزل كوكا في الدقيقة 70. بالمباراة ديت بيرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 9 في صدارة المجموعة. وإن شاء الله مباراة مصر القادمة هتكون مع منتخب غينيا يوم 12/6 بأمر الله. ويختتم إن شاء الله منتخب مصر مبارياته في 4/9 إن شاء الله مع منتخب أثيوبيا. وبنتمنى أن مصر تكمل على الوضع الحالي عشان نتصدر المجموعة، وإن شاء الله نصعد لتصفيات أول. ألف مبروك لمنتخب مصر تصدر المجموعة، وألف مبروك على الفوز ده، ونتمنى أن احنا نكمل على هذا المستوى. نروح بقى للشأن النادي الأهلي. فريق الهلال السوداني وصل القاهرة النهاردة استعدادا لمباراة النادي الأهلي يوم السبت القادم إن شاء الله في 9 مساء. النادي الأهلي راح النهاردة من تدريبات وهيواصل تدريباته بكرة إن شاء الله. هينضم له بأمر الله لاعيبة المنتخب الأولمبي، وعند عودة المنتخب المصري إن شاء الله بالطيارة الخاصة إلى القاهرة هينضم باقي اللاعبين الدوليين للمنتخب الأول ينضموا للنادي الأهلي يوم الخميس إن شاء الله. ومارسيل كولر هيعمل معسكر مغلق ليوم المباراة، هيغلق على اللعيبة خميس وجمعة، والمباراة بأمر الله يوم السبت. بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي. اتحاد الكرة أعلن إنه يوم 10/4 نهائي كأس مصر ما بين الأهلي وبيراميدز. طبعا احنا عارفين ان نهائي كأس مصر كان متحدد له قبل كده 3-2 وبمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. تم تأجيل نهائي الكأس لأجل غير مسمى، فاتحاد الكرة أعلن إن شاء الله يوم 10 أبريل موعد جديد لنهائي كأس مصر. بنتمنى للنادي الأهلي التوفيق إن شاء الله ويحقق بطولة كأس مصر، لأنه مع غريم التقليدي الجديد وهو نادي